إن شاء الله. هذا طيب. من معي؟ من؟ أحمد، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. يا مرحبا أخي، يا مرحبا. شيخي ركز معي لأنه شيخي هذا الحلم تكرر عندي إن شاء الله ركز. 13 مرة. يا ساتر. 13 مرة. نعم. بكون رايح على صلاة الجمعة. زين. وبعرف إن اليوم جمعة. بدخل المسجد بتفاجئ إني أنا الوحيد في المسجد. مقابل منبر عليه شيخ شديد بياض اللباس، نوره من وجهه ما شاء الله. فاجأت إن أنا لحالي في المسجد، فوقفت مقابل الإمام الخطيب يعني. فبدأ يقول لي بعد 20 بيطيحوا 20 بموتوا 20 وبيحيوا 20 وانت الشاهد الوحيد. بعد 20 يقع 20 بيطيحوا 20 بيطيحوا 20 وبموتوا 20 وبيحيوا 20 وانت الشاهد الوحيد. فأنا بنصدم، بقول يا شيخ ما فهمت. فبقول لي بعد 20 بطوحوا 20 برج بموت 20 شخصية مهمة أو خلينا نحكي رئيس، وبتدخلوا 20 دولة للإصلاح وانت الشاهد الوحيد. بعد ثواني بتفاجئ ان المكان انا بعرف هذا المكان كثير بتردد عليه. فبطلع على يساري بشوف احنا بنسميه برواز. نعم. في 20 اسم هم اللي بطيحوا او هم اللي بموتوا. وبطلع على يميني. هل من هذه الاسماء من طاح او مات الان دون ذكر؟ بدون ذكر نعم. ايه زين اكمل. بالضبط 13. كم واحد اللي الان؟ 13. لا 13 واحد طاح ومات. نعم. موجود اسمائهم ضمن ال20؟ نعم. الله المستعان. زين اكمل. بطلع يسار بشوف البرواز، بتفاجئ انه ورقه بيضة ومبروزه بالزجاج يعني والخشب. ايه نعم. هذا على يساري. بطلع على يميني احنا بنسميه الشباك. بطلع برا الشباك بشوف غيمه مطر عاديه لكن متدنيه من سطح الارض. نعم. ومكتوب تحتيها كتابه بالاحمر زلزال ربك. نعم. وجايه باتجاهنا. بطلع حوالي على الناس ما حد منتبه الا انا، بصير اصيح يا ناس احتموا، يا ناس انتبهوا، يا ناس زلزال. ما حد بطيني. فظل انا الوحيد الواقف بين كل اللي حوالي، الناس اللي حوالي. وقبل 3 أيام حاولت اتصل لانه كان هو الحلم 13 قبل 3 أيام. الله المستعان. طيب اخوي احمد، ما يصلح هذا على الهواء. لو تكرمت رقم موبايلك او مكتبك او بيتك. اعطيت رقم موبايلي للاخ اللي رد علي. ان شاء الله. اتمنى الشيخ تحاكينا لانه باكر المره اللي قبل 3 أيام فعلا خفت. لا ان شاء الله انا راح اكلمك باذن الله غدا، لكن ساكلمك بعد الظهر.